موضوع عائلي يعني الحقيقة من المسلسلات اللي أنا باحبها، وشُفت الجزء الأول والتاني وكنت مبسوط بيهم جدًا. النهارده شُفت أول حلقة من الجزء التالت من موضوع عائلي، والحقيقة أنا باحب ماجد الكدواني، وهو ممثل يعني هو ممثل سينمائي طبعًا، وهو كان دايمًا ليه تصريحات بيقول لك أنا مش حابب أمثل تلفزيون، والتلفزيون دوّة مش مجالي، لأنه كان عامل مسلسل زمان مع ماجدة زكي وما نجحش، فهو كان متاخد من التلفزيون. بس الحقيقة أنا شايفه في مسلسل موضوع عائلي لأ، هو ممثل سواء سينمائي أو تلفزيوني، لأ ممثل. يعني ماجد وصل لمرحلة من النضوج، يعني عامل زي الفقراني كده، الفقراني في عزه. فماجد لأ، أنا مسلسل عجبني، وعجبني تمثيل ماجد الكدواني التلفزيوني، وأتمنى إن هو يشارك في موضوعات أكتر. يعني المسلسل لحد دلوقتي موضوع عائلي ده عامل منه مثلًا 3 مواسم، الموسم 10 حلقات. لأ، أنا عايز أشوفه في أدوار أكبر. يعني أنا حابب إن أنا أشوف ماجد الكدواني في مسلسل رمضاني ومسلسل ينافس. وأعتقد إن ماجد الكدواني بالشعبية اللي ليه النهارده هو نجم سوق ونجم شباك ويقدر ينافس. انبسطت في أول حلقة بقى، طبعًا هي لسه أول حلقة طبعًا، لسه الموضوع ما سخنش يعني، بس طبعًا فتحوا الموضوع اللي هو هيبقى إطار الصراع في المسلسل، وهو ملعوبة صح. عجبني المشاهد، بيعجبني جدًا إن أحمد الجندي دايمًا بيجيب معتز التوني المخرج، ومعتز التوني ده ممثل كوميدي لازم يعمل لوحده دور، أو يعني لازم يعمل يعني بطولة حاجة لوحده. بجد يعني لو احمد الجندي يجيبه يكتشفوا في كده في دور بطولة هيعدي. يعني كان فاكر الحلقة بتاعته في مسلسل اللعبة مع شيكو وهشام ماجد فظيع. ادواره اللي بيجيبها على طول احمد الجندي بيجيبه في ادوار صغيرة فظيع. لا ممثل كوميديان وليه اسلوبه كده وليه طريقته. شخصية مختلفة كاركتر يعني، لازم ده حد يستغله. وانبسطت طبعا اللي هم عملوا تكريم للفنانه الراحله اللي هي كانت عامله ام ماجد الكدواني في الجزء الاولاني، اللي هي لبنى محمود. كان شيء ظريف يعني ان هم يروحوا المقابر وان هم يفتحوا الاطار وان هم يجيبوا لها مشاهد. آه، انا شايف ان المسلسل يعني انا انبسطت ان طبعا ان مثلا حد زي محمد القس او محمد شاهين موجودين في الجزء دوت. ما حدش قال لك انا بقيت نجم لوحدي وبقيت بطل لوحدي. طه الدسوقي موجود. يعني كل واحد من دول طلعوا من المسلسل في الجزء الاول، طلعوا بادوار صغيره. يعني كان رمضان حريقه اللي هو محمد رضوان كان طالع بدور صغير في الجزء الاول. وكان المسلسل ده نقطه انطلاق لي. لا النهارده موجود ان كل الممثلين الكاست من اللي هم موجودين في الجزء الاول موجودين في الجزء الثاني موجودين في الجزء الثالث، حتى اللي خدوا بطولات. دي حاجه يعني يشكروا عليها. ولازم الدراما تبقى كده، ما ينفعش الدراما اللي انا اجيب في الجزء الاول اثار الحكيم مثلا زي الحلميه والجزء الثاني الهام شاهين، او اجيب مثلا اثار الحكيم برضو بعد كده اجيب هاله صدقي. لا انت كده بتفقد التعود الدرامي، او اللي بتحس ان حصل قفله كده او في حاجه مش مظبوطه. اما انا مبسوط ان هم نفس الكاست حتى بعد ما خدوا بطولات كبيره، زي محمد القص لسه عامل نجاح كبير جدا في المسلسل اللي هو كان عامله في بورسعيد، او طه الدسوقي بالمسلسل اللي هو كان عامله متوحد دوت. لا ناجحين وفي نفس الوقت موجودين مع ماجد الكدواني. ونفسي اشوف ماجد الكدواني في دور كبير، حاجه كده ايه زي مسلسلات الفقراني كده، ايه القديمه كده، الليل واخره. الحاجات ايه اللي هي الدراما كده، اللي هي ايه بجسمه دوت بتمثيله. لا هيعدي ماجد الكدواني، يعني هيعدي. على فكره انا شفت له برضو ماجد الكدواني الفيلم اللي هو بتاع اللي هو كان عامله مع محمد امام. كان طالع زعيم عصابه فظيع. ماجد الكدواني في السينما فظيع فظيع يعني، وهو في التلفزيون حاليا بياخد خطوات رائعه. مبروك للمسلسل، ومبسوط ان هم مكملين مع بعض، ومستني بقى اقيم بقيه المسلسل واقول لكم ايه رايي بقى في موضوع عائلي. مع ان انا متحيز جدا للجزء الاول والثاني، كنت مبسوط بيهم جدا يعني.